السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا. كما شاهدتم في عنوان الفيديو سوف نستمع ماذا قال علي بالشيخ بعد حادثة يوسف بليلي مع حكمة مباراة مولودية الجزائر ضد وداد تلمسان. نستمع جميعا ماذا قال بالشيخ. سي رضوان كلمة الحق نقولوها. نعم. كاين حوايج تنجم ما تقولهمش لينا بور بريزيرفي جوسكا لا فان سيزون اللي ينجموا يصراو او نيفو ا لانتيريور دو كلوب اللي انا عارف بهم ما نتكلموش عليهم. علاش من قبيله قلت بلي مهما يكون مشكل بين جوار وجوار تقعد تماتيك ونعاودوا نصح سير الشامبيون. اسمها لانتيري دي كلوب. نعم. اليوم نبداو بيوسف بليلي. سي ان جوار اللي نعرفوه تكنيكمون لي بون، سي ان بون جوار ما شاء الله، وحنا تكلمنا عليه دائما بالخير في قضيه لعب في الفريق الوطني. اليوم لو جاست اللي داروا بالليلي مع هاد الاربيت كي اون فام سي ان جاست اللي كوندانابل، ما فيهاش لعب. Il a été condamné par un carton jaune parce que ما رفضش يدو ضربها ولا شد العيدة comme tout arbitre، ولكن c'est une femme on lui doit respect plus qu'un homme. mais خدا كارطون جون صح. ولكن نقول له ستوب، حنا حبس، راك تلعب في البلي غرون كلوب دالجيري اخي. اي توت اون هيستوار في هذا الكلوب هذا، في هذا الكلوب هذا عنده تاريخ كبير يا يوسف. يقول له انت جيت المولوديه باش انت تكركر اللاعبين، ماشي اللاعبين اللي يجي هو يحبس يبروتيجيك مع باش ما ديرش كاش حاجه. نقول له لا ستوب، بالخماسه انت لعب في الملعب. انت نفرحوا كي نشوفوك دريبليت ماركيت مديتي باس دو بوت هادي وي صح. لي جاست هادو يفو اريتي. علاش اريتي وحده بور باش ما تروحش سيسبوندي وتنجم تروح بوحده طويله. اي بوكو دو جون شيرش صح امي فيزيو في بالليلي على جال لو تيتر دو مولوديه. دوك نصوتي لك دوزيام ريجيس امي فيزيو المولوديه اترافير بالليلي. شفنا شحال من ماتش لاربيت في الانتيريور دي بي صدموا عليه وحكموه بالربعه وبالخمسه يمخذوا فيه. ما صرا والو واحد ما هضر عليها. تقول لي بالليل باسكو هضروا عليه في رمسي سي نورمال، سي ان انترناسيونال، سي ان شامبيون دافريك يهضروا عليه. قلت لك بديت لك به سي ان جاست كوندامابل هكذا باش ما نقعدوش نلعبوا في هذاك اللعب تاع جحا. ولكن ولا نهضروا على القانون، نهضروا على الجامع خويا. اي اربيت فام او اللي يصدموا عليه يحكموه يمخذوه يتسانكسيوناو دو لا ميم مانيير ويهضروا عليهم دو لا ميم مانيير. بوركو بالليل يهضروا عليه بزاف؟ دار جاس ماشي مليح، وي ني داكور معاك هضروا عليه. مي دوطر كلوب داروا دي جاس بير لازم تهضروا عليهم كثر. صافي دير كي نهضروا بزاف على بالليل اون فيز لو مولوديه باسكو لو مولوديه الي كالكو مينوت دو تيتر. هما قال لك باسكو هذه المره يساجي دو اون فام. قالوا الاخرين ما كانش راجل وفاهم. حكم انا بديت واش بديت انا دوكا فهمتك واش بديت قلت لك لو جاست اللي كوندانا كون جو كوندان سو جاست. قلت له زدت رحت معاك بعيد قلت لك اون بليس اون فام. الفام نحترمها اكثر من اللي يزد. ميم هي تسقي عليك ودا دير يدك من اللور وقولها ماشي فوت ولا واش عليه افيك ريسبي. راني قلت لك هذا الشيء هذا باش ما يقولوش ان لا مولوديه مانيش نديفوندي في الحق. راني قلت لك من هذا الباب. اي انا بيت اون افيك ان اش وكاين اللي الاش هذاك صغير شويه على كل حال ماشي كاع كبير الاش بصح لا ميم شوز كي يروحوا لي جوور. مازال نشوف فيكم لي ماتش راهم جايين ونوري لكم خذهم وتشوف دي زاربيت يروحوا ليهم بالعياط وكل شيء. وسيرتان ماتش تشوفوهم كي بدات الحق المشاكل هذو يروحوا لا ميم مانيير. مي هنا واش حبيت نقول لك انا كاع هضروا على هذاك الماتش اكس يكراك اللي راح يصراو اللي ما نهضروش القبل اللي راهم جايين هضروا عليهم دو لا ميم مانيير كيما بالليل. بوركو هاد الحمله كبيره على بالليل؟ ما تقوليش باسكو سي اون فام، سي ان اربيت دار لو جيست كوندانا عطاتو كارطون ستوب يفهم. وعلى بالليل حبيتو تخرجوه باش سي ماتش ولا باش ما يكونش شامبيونا باذن الله تدي المولوديه شامبيونا. انا على تاريخ الصواب من بعد c'est aux dirigeants de faire leur bilan fin de saison. C'est le responsable au président de faire son bilan fin de saison. Ça n'empêche pas que Dorka
دركا يهضروا جو سوي سير كو يهضروا مانيش عارف ولا هضروا معاه بكل صراحه هضروا معاه مانيش عارفك شو لا بروف انت راك عارف عليا قبلي يهضروا معاه انا لو كان سبتو يوسف تلاقى في لونطرمون نقول له هذا الشيء انت تحبس ابارتير دو مومون اللي راك تحس بلي انت راهم يفيزيو فيك بدا انا كي نشوف راه يفيزيوني انا الهضره في التيران انا ما نزيدش نهضر مع الاربيت فوالا انا ما نهضرش مع الاربيت خلاص انا نحوس نماركي نحوس ندير الاربيت من جهتي كي ندخل في لا سيرفاس يضربوني وكذا سير الاربيت شوف هكذا نعرف نبكي له نعرف الاربيت خطره زوج شوفك بلي حقروا وضربوا كذا ممكن يكون من جهتك مي هاد الحوايج هادو يحبسوا مي جاسيس باسكو اللعب تاع الجزائر هنا نعرفوه اوني ديزاجيري نعرفوا كاع كيفاش كان تمشي سي بور سا اللي رانا نباتيني ندورو كي هذاك الزربوط اللي ما عادش يحبس كونداني تو لي جيست دو تو لي جوار انفير لي زاربيت واضح. كما استمعنا جميعا ماذا قال علي بن شيخ حول حادثة يوسف بليلي وحكمت مباراة وداد تلمسان ضد مولودية الجزائر في ربع نهائي كأس الجمهورية. قال بن شيخ بأن هذه الأمور تحدث حتى مع لاعبين آخرين في البطولة الجزائرية ولا تكون ضجة كبيرة مثل الضجة التي تفعلها الجماهير مع يوسف بليلي. ردي على علي بن شيخ للأمانة يوسف بليلي ليست أول مرة التي يفعل بها. قبل هذه كانت لديه عقوبة 3 مباريات على ما أظن أو أكثر بسبب سلوكه في مباراة وفاق سطيف ضد مولودية الجزائر في الدوري الجزائري وخروجه بالبطاقة الحمراء وفعله حركة لا أخلاقية في تلك المباراة. كذلك في مباراة شباب قسنطينة جميع المحللين قالوا بأن يوسف بليلي في تلك المباراة كان يستحق البطاقة الحمراء وتحصل فقط على البطاقة الصفراء. كذلك في مباراة وداد تلمسان ومولودية الجزائر جميع المحللين قالوا بأن يوسف بليلي كان يستحق كذلك الطرد في معاملته مع الحكم في تلك المباراة. إن شاء الله يوسف بليلي يستعقل ويعود إلى رشده مرة أخرى. للأمانة الكثير من الحركات والتهجم خاصة على حكام مباريات هذا الموسم مع مولودية الجزائر إن شاء الله يعود يوسف بليلي لأنه أول حاجة لاعب دولي جزائري قدم الكثير والكثير للكرة الجزائرية. للأمانة كان واحد من مساهمي تعليق النجمة الثانية على قميص المنتخب الوطني الجزائري وكذلك المساهمين في تتويج كأس العرب لا ننكر هذا بقطر 2021 والكثير من الأهداف الحاسمة ليوسف بليلي مع المنتخب الوطني الجزائري. يوسف بليلي يبقى قيمة كبيرة ومهارات كبيرة إلا أن بعض الانضباط هو ما عقد مسيرة هذا اللاعب خاصة في أوروبا. جميعنا شاهدنا كيف فشل بين قوسين للأمانة مع نادي أجاكس الفرنسي ونادي بريست الفرنسي. يوسف بليلي الذي نجح تقريبا في ناديين حتى الآن وهما نادي الترجي التونسي ومولودية الجزائر هذا الموسم. شرف بالتوفيق ليوسف بليلي لأنه يبقى واحد من أبرز اللاعبين في الكرة الجزائرية بالأمانة. وهنا يا شباب نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا اللايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد قريبا. والسلام عليكم.